عمرك قابلت حد يخليك تحس انك كل حاجة في حياته، وفي لحظة تانية يحسسك انك ولا حاجة، ولا انت اصلا فارق معاه؟ حد يحبك علشان نفسه مش علشانك. النهاردة هنتكلم عن اخطر انواع الاضطرابات اللي بتقابلنا في علاقاتنا في الحياة: اضطراب الشخصية النرجسية. النرجسي ده مش مجرد شخص مغرور، ده شخص بيعيش في عالم هو البطل فيه والباقي كومبارس. بيحس دايما ان هو الاجمل والاغنى والاحق بكل حاجة، بس في الحقيقة هو مش كده خالص. هو جواه فراغ كبير قوي، بيحاول يملاه بتدمير كل اللي حواليه. مرة جات لي بنت بتحكي لي عن خطيبها، بتقول لي خطيبي ده في اول شهر كان بيقول لي دايما اني احلى حاجة حصلت له في حياته، ولكن بعد كده بدأ يبعدها عن صحابها ويشك فيها ويهينها ويقلل من ثقتها بنفسها. الشخص النرجسي في الأول بيحاول يربطك بيه بكل طريقة، بيكون شخص مثالي في كل حاجة، لدرجة انك بتقول هو في كده؟ هو معقول في حد في الدنيا كده؟ معقول حد بيحبني الحب ده كله؟ وبعد كده يسحب منك كل ده، حتى ثقتك بنفسك بيحاول يسحبها منك ويخليك شخصية مش قادرة تستغنى عنه. لو في حياتك نرجسي هتعيش في دوامة، يوم هيرفعك السما ويوم هيكسر جناحاتك. الشخص النرجسي قادر انه يخليك تشك في نفسك بدل ما تشك فيه. انا مش بقولك تكره النرجسي، بس ما تحاولش انقاذه. النرجسي محتاج ان هو يتعالج، محتاج انه يواجه نفسه، محتاج انه يفهم ان هو اصلا نرجسي. انت محتاج تدي لنفسك حدود وتحمي نفسك قبل ما تروح فيها. ما تسيبش نفسك للنرجسي، ما تسيبش حد يقنعك ان الحب لازم يكون وجع ولا هو اختبار لقيمتك. الحب الصح بيبني ويعلي، ما بيهدمش، ما بيوقعش. ما تسيبش نفسك للنرجسي وحافظ على نفسك. النرجسي ممكن يكون ساحر في البداية، ملوش حل، شخص مثالي جدا، بس الحقيقة هتظهر